الأصدقاء الأعزاء، مرحبا. في هذا الفيديو كمان سأحاول تناول تجربة حزب العمال الكردستاني بشيء من التحليل، وفي فيديوهات لاحقة أيضا في كل حلقة أو في كل جزء يعني سأحاول أن أتناول حيز معين أو جانب معين من جوانب هذه التجربة من عبر التحليل والنقد والمراجعة المستندة على معطيات وأفكار ووقائع ومعلومات موثقة، على أمل أنه أكون يعني منصفا ومتوازنا في عملية النقد، وفي حال يعني شابت محاولتي الخطأ، وهي شيء أكيد يعني أنه أن يكون هنالك أخطاء أو عثرات، فعلى المعنيين بالأمر أن يردوا بنفس الطريقة المستندة للأفكار وللمعطيات والمقاربات السياسية والفكرية والتحليلية، لا أن يلجأوا إلى الشتم والإهانة والترهيب والتهديد وما إلى ذلك. وهذا يعني بالنظر إلى الواقع العملي حتى الآن هم يلجؤون إلى هذه الوسائل يعني مع الأسف. لكن هذا لن يثنيني عن المحاولة، لأنه أن أقدم للمتابع والدارس والباحث في الشؤون الكردية، سواء كان كردي أو عربي أو أجنبي، أقدم له يعني ما لدي من معلومات وآراء فيما يتعلق بتجربة حزب العمال الكردستاني. في الآونة الأخيرة أعتقد أن النظام السوري سرب صورة لمهراج أورال أو معراج أورال مع بعض الكوادر النسائية في حزب العمال الكردستاني لغاية ما، يعني لهدف بحسب يعني للضغط على حزب العمال الكردستاني أو استفزازه أو تخويفه أن لا يشتط أو أن لا يخرج عن السياق، لأنه النظام لديه يعني ربما لديه فيديوهات وصور أخرى ليس لي يعني كوادر وقيادية في القياديين أو كوادر أو عناصر في المستوى الدنيا، إنما على المستويات العليا يعني. لكن هذا كنوع من الإشارة أنه يعني حتى الآن يعني مرتزقة مع مرتزقة، يعني معراج أورال مع بعض العناصر لحزب العمال الكردستاني، مش قيادات حزب العمال الكردستاني مع النظام السوري أو الأجهزة الأمنية أو القيادات الأمنية للنظام السوري، لا، يعني هذا كمقدمة. وأعتقد أنه لدى النظام السوري الشيء الكثير من هاي الوثائق والمعطيات التي أفصح عنها رأس النظام السوري نفسه، يعني في مقابلة مع قناة تلفزة برتغالية قال إنه إذا حزب العمال الكردستاني ينكر أو حزب الاتحاد الديمقراطي ينكر دعم النظام له، فبإمكانهم أن يبرزوا الوثائق. وهي لدى النظام، وليس غريب على النظام السوري. لكن الغريب في الأمر أنه عملية إنكار، يعني إنكار حزب العمال الكردستاني والمحيطين به والحزب الاتحاد الديمقراطي، إنكار هذا التحالف، إنكار هو مش تحالف يعني، هو يعني تبعية أو ذيلية، يعني تحالف ربما يكون بين دول أو بين جهات فيها شيء من التوازن يعني. إنكار المؤيدين لحزب العمال الكردستاني حزب الاتحاد الديمقراطي لهذه العلاقة، يعني إنكار يصل إلى درجة الغباء والحماقة في المحاججة. فور نشر الصور هب أنصار الحزب إلى الإنكار والنفي، وأنه هذه فبركات والائتلاف والجهات المعادية للأكراد وجهات الموالية للنظام التركي
هي التي فبركت هذه الصور. وانظروا، يعني طالعوا صور جديدة، غيروا فقط خلفيات مهراج أورال ويديه المتشابكتين مع العنصرين النسائيين الكرديين، وأنه فقط الخلفية، لكن لم يستطيعوا فك الأيدي. التشابك بالأيدي، المهم هو التشابك بالأيدي مش الصورة الخلفية. يعني طبعا هؤلاء من الغباء أو السذاجة أنه بإمكان يعني البحث عن في محركات البحث بالتركي، بالإنجليزي، بالكردي، بالعربي عن صور أوجلان مع مهراج أورال. هنالك علاقة قديمة بين مهراج أورال وعبد الله أوجلان، ونشرت بعض الصور يعني كنماذج يعني على صفحتي في الفيسبوك، لكنهم ينكرون ومصرون على الإنكار، ويشتمون ويتحدثون عن دوائر حرب خاصة وحرب نفسية، يعني وكأنه لا يوجد أطنان من الوثائق التي تدين حزب العمال الكردستاني في علاقته أو تؤكد، نضع الإدانة على جانبا، التي تؤكد علاقة حزب العمال الكردستاني وتخندقه ودعمه ومساندته للنظام السوري. وكأنه لا يوجد شيء، فقط نتيجة العجز لجأ الأتراك ورجع الائتلافيون إلى إبراز هذه الصورة. يا حمقى، يعني أنتم ما بتعرفوا أنه هنالك عناصر للمخابرات التركية موجودة ضمن حزب العمال الكردستاني. ألم تقرأوا أدبيات الحزب؟ أنتم غير، يعني هل أنتم غير مطلعين يعني على كتب أوجلان الذي هو بنفسه يتحدث عن اختراق للمخابرات التركية ضمن حزب العمال الكردستاني؟ يعني هذا الاختراق كان آخره اغتيال وتصفية ساكنة جانسيس ورفيقتيها في باريس. ما نروح بعيد، في 2007 أنا كنت في جبال قندي وشفت اعتقلوا العشرات من العناصر وصوروهن بالفيديو وطالعوهن على أنهم عملاء النظام التركي والمخابرات التركية ضمن الجريلا، ضمن المقاتلين، جايين لحتى يدسوا السم في يعني ويقتالوا ويقتلوا قيادات حزب العمال الكردستاني. أنتم ما بتعرفوا أنه الحزب مخترق؟ هنالك عملاء للنظام التركي للمخابرات التركية ضمن بكك وهبجة ويبجة وشو كل هالتصنيفات الموجودة. يعني أنتم مو مطلعين على تاريخ الحزب، ما بتعرفوا هذا الشيء. بمنتهى البساطة يتم تسريب المعلومات، والمخابرات التركية والأمريكيين والكل مطلع على حجم العلاقة ما بين حزب العمال الكردستاني والنظام السوري. يعني انتم ليش عم تخجلوا؟ ليش خجلانين من الإفصاح عن هذه العلاقة؟ الجهد الفاشل الذي تبذلونه في التغطية وإنكار هذه العلاقة، إذا صرفت 10% من هذا الجهد في محاولة تبرير وإقناع الناس بأن هذه العلاقة من مصلحة الكرد، هذه العلاقة فوائدها كذا وكذا وكذا، كان أفضل. لربما يعني بما أنكم فشلتم في التغطية والتستر، يعني ربما يعني كنتوا نجحتوا شوي يعني تبرروا فداحة وكارثية وقبح هذه العلاقة، تحاولوا تجملوها شوي مو تنكروها. يعني كيف رح تجملوا شيء وأنتم تذكرونه في الأصل وهو موجود؟ يعني الإنكار لم يعد يفيد. ابحثوا عن شيء، طرائق وأساليب وحجج وبراهين وأسانيد تدعم موقفكم. حزب الله يقول أنا حليف مع النظام السوري للأسباب كذا، روسيا تقول للأسباب كذا، إيران تشرح أسباب دعمها للنظام السوري. أنتم كمان اجتهدوا وحاولوا أن تبرروا. يا فاشلين بهذه الطريقة أنتم تدينون أنفسكم 1000 مرة. يعني التهديد والشتائم والإنكار الهش والهزيل يعني العذر اللي أوقح من ذنب بهذه الطريقة. يعني ما بعرف إلى أي درجة
وصل بهم الغباء والجهل في حتى على مستوى الكذب والتستر على هذه العلاقة. يعني هذه العلاقة باتت عارية، يعني عري سلوككم. أنتم لماذا تتسترون على هذه العلاقة؟ لماذا تنكرونها؟ أنتم تعلمون مدى قباحة وفظاعة ولا أخلاقية وجريمة هذا التورط، وأنه بالضد مما تطرحونه من السياسة الأخلاقية والتحالفات الأخلاقية وهذا الكلام الغزير الذي تتحدثون يعني عنه عن الديمقراطية. الأكثر عن الذي يتحدث عن السياسة الأخلاقية وحزب العمال الكردستاني، الأكثر اللي يتحدث عن الديمقراطية وعن الحرية وعن العدالة وحزب العمال الكردستاني، والأكثر انتهاكا للديمقراطية والحرية والديمقراطية والسياسة الأخلاقية ونفس الحزب. يعني علاقتكم وتورطكم مع النظام السوري الفاضحة والمكشوفة يعني كشفها حتى شقيق صالح مسلم، شقيق صالح مسلم مصطفى مسلم القيادي في الأخوان المسلمين، فضح هاي العلاقة. أخو زوجة صالح مسلم الدكتور المقيم في النمسا، نسيت اسمه، أفندي، كنيته أفندي للأسف، يعني هو أيضا فضح هذه العلاقة من ضمن العائلة، الذين فروا من اليبقة وسلموا أنفسهم، العناصر التركية الكوادر التركية الذين هربوا من صفوف اليبقة قوات الحماية الشعبية ولجأوا إلى الجيش التركي وسلموا أنفسهم، فضحوا هذه العلاقة. أنتم ليش عم تنكروا؟ يعني صاير فيكم مثل نظام حافظ الأسد اللي كان ينكر وجود عبد الله أوجلان في سوريا وينكر الدعم، وهذا كان مكشوف ومفضوح لكل الناس، الكل كان بيعرف انه عبد الله أوجلان موجود. انتوا ليش تنكروا؟ يعني مصطفى مسلم شقيق صالح مسلم حتى الآن بعد مرور سنوات، هذا القيادي الإخواني الإسلامي الذي كان يريد أن يبني جوامع ومعاهد في كوباني ويحاول أن يعني أسلمة كوباني وأسلمت الأكراد السوريين، بصريح العبارة اتهم حزب العمال الكردستاني وكفرهم أيضا بشكل غير مباشر، والعلاقة مع الأمريكيين واليهود والنصارى وما إلى ذلك. وصف حزب العمال الكردستاني بالإرهاب وقام بتكفيرهم، ولم يصدر حتى الآن من صالح مسلم ومن حزب الاتحاد الديمقراطي ومن حزب العمال الكردستاني ولا كلمة واحدة بحق هذا البني آدم. يعني واحد يحاول أن يلحق الأكراد كله بتركيا وبالمسلمين في البلدان الإسلامية، واحد يريد أن يلحق ويجعل الأكراد حطب مصالح وسياسات حزب العمال الكردستاني. يعني مصير الأكراد ما بين صالح مسلم ومصطفى مسلم. حتى الآن مصطفى مسلم الحليف الاستراتيجي والرئيس لحزب العدالة والتنمية، ويشتم ويهين الأكراد ويهين PKK ويهين بيادة ويهين. حتى الآن لم يصدر من الحزب نفي أو إنكار. صور مهراج أورال والقيادات أو العناصر لم يصدر نفي من بيادة، حتى الآن لم يصدر نفي. والسكوت عن يعني شو بدكم تنفوا لتنفوا؟ يعني الشيء صار محترق، لم يعد بإمكان الترقيع. الرقع أيضا محترقة يعني، فالأفضل يعني الاعتراف. خلاص اعترفوا وحاولوا تبرروا. يعني من الحماقة بعد الفشل فبركوا هن يعني في عملية فوتوشوب، غيروا شوي من الصور الخلفية على أساس إنه لا هي صور مفبركة وما لنا علاقة مع مهراج أورال. لك شو ما لك علاقة مع مهراج أورال؟ أوجلان كان له علاقة مع مهراج أورال. يعني شو هالنفي القبيح، شو هالأسلوب القبيح. بعدين ظهر الفيديو ويعني عري خلاص، يعني ما عاد في مجال للنفي والإنكار أبدا.
فصاروا شو بيقولوا؟ نفس الأسطوانة القديمة، بماذا ضرنا مهراج عرال؟ هل قتل شخص كردي؟ لك يا غبي، هذا مجرم حرب، هذا مجرم حرب. شو يعني التقسيم الفاشي؟ هو قتل ناس آخرين في مدينة أخرى، في قرية أخرى، في منطقة أخرى، هو قاتل، إيده ملطخ بدماء. شلون تحط إيدك بإيد هذا المجرم؟ يا غبي أنت هل تعي ما تقول؟ لم يقتل كرديا ولم يهين كرديا، أهان البشرية. من قتل الإنسان دون وجه حق وكأنه قتل الناس جميعا. قتل السوريين، إيده ملطخة بدماء السوريين، تروح تحط إيدك بإيد مهراج علال، هذا المرتزق الطائفي. لكن يبقى القول أنه يعني أنت حطيت إيدك بإيد المعلم، بإيد رأس النظام السوري، فلن تخجل يعني من أن يكون يدك بيد واحد مثل مهراج علال. وبطبيعة الحال العلاقة والتحالف مع النظام السوري يفرض هيك. بكرة يعني لا غرابة أن تجد قيادات حزب الله وإيديك بإيدين قيادات في حزب الله، وقيادات الحرس الثوري، وقيادات الحشد الشيعي. الآن حضروا نفسكم لما يسربه النظام السوري من صور وفيديوهات كي ترقع وتبرر هذه القبائح وهذه الفظائع. يعني قل لي مع من تتحالف أو تتعاون، أقول لك من أنت. تتحالف مع نظام البراميل الكيماوي، أنت لا تختلف معه. بشو يعني؟ ما هي مبررات تحالفك مع هذا النظام؟ حماية المدن الكردية، دمرت المدن الكردية، هجرت الناس. شو سوي؟ شو النظام السوري اعترف بإدارتكم؟ لا، عم يهونكم وأعطاكم يعني بنادول وإهانات في الصميم. الأمريكيين اعترفوا بهذه الإدارة؟ لا، عم تروحوا وتحوصوا وتجوا، دار بيجي على أوروبا، ما مدري مين بيروح على أمل أنه يساوي شيء، وحتى الآن ما سويتوا شيء. بنادق تحت الطلب، مقاتلين تحت الطلب، وما سويتوا شيء. ما في نتائج سياسية. عم تقارنوا نفسكم بمسعود برزاني، وتحاولوا تغطوا على هذه الجرائم اللي انت بترتكبوها، وتحالفكم مع المجرمين بمسعود برزاني، وانه راح على يعني التقى بصدام حسين. يا حمقى، انتوا لكم علاقة بالتاريخ، تفهموا شيء بالتاريخ. مسعود برزاني راح عند صدام حسين على بحر من الدماء. 1 إلى 2 مليون كردي كان مهجر، راح ليحل القضية الكردية مع النظام العراقي، ولم يذهب بمفرده، ذهب مع جلال طالباني، وذهب بقرار من الأحزاب الكردية العراقية. كان في إجماع. أنتوا أخذتوا رأي الأكراد في تحالفكم مع النظام السوري، ساويتوا الهيئة الكردية العليا على أساس أنه تمثل القرار الكردي. صالح مسلم راح التقى ب 2013 مع المخابرات